السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. النهارده هنعمل معاكم صينية كنافة سهلة وبسيطة خالص، وبكل التكاليف اللي عندك. عاوزة تعمليها مهلبية اعمليها، عاوزة تعمليها ايه عادية اعمليها. هنقطع الكنافة معاكم اهو، هنقطعها حتت كده صغيرة زي ما انتم شايفين. تقطعيها حتت صغيرة، كل ما يكون الحتت صغيرة بتبقى احسن. هنروح جايين عاملين الاول الشربات بتاعنا دي نص كيلو كنافه. نص كيلو كنافه عليه ايه؟ كوبايتين سكر. ادي اول كوبايه اهي، وتاني كوبايه معانا اهي كوبايتين سكر وكوبايه ميه. هنحط كوبايه السكر التانية اهي، وهنحط كوبايه ميه. حطينا كوبايتين السكر اهو تمام، وهنحط معاهم ايه كوبايتين ميه. ادي اول كوبايه اهي تمام. هنحط الكوبايه التانية ماشي، هنعايرهم بالظبط عشان الشربات بتاعنا عاوزينه يبقى تقيل. شربات الكنافه بيبقى تقيل. هنروح جايين حاطينه على النار ونسيبه لغايه ما ما يغلي. اهو الشربات على النار اهو بيغلي اهو، بيساب من ربع ساعه لايه لربع، يعني تلت ساعة كده بتسيبيه على النار لغاية ما يبدأ يغلي ويتقل شوية صغيرين. بتروحي انت جايه بقى تعصر عليه نص ليمونة، بتعصر عليه نص ليمونة، وبتحط عليه شوية فانيليا، كيس فانيليا أو كيسان فانيليا زي ما انت عاوز. برفعه من على النار وبروح حط عليه النص ليمونة اهي، أو ليمونة ديك ليمونة صغيرة. عاوزة عندك ليمونة كبيرة حط نص الليمونة بس. دي اللي معايا دي ليمونة صغيرة اهو. اعصريه، تعصروا نص ليمونه لا صغير، نص ليمونه كبيره او ليمونه صغيره. وهتروحي حاطين شويه الفانيليا اللي انت هتحطهم. ده الشربات بتعمليه. الشربات ده بيبقى للتقيل، بيبقى للكنافه، وبيبقى للجلاش. الشربات بتاع الكنافه وبتاع الجلاش بيبقى تقيل علشان ما نعملوش خفيف. لو بقى خفيف هيطر معانا. زي ما انتوا شايفين الشربات بتاعنا اهو لازم يبقى تقيل، علشان الكنافه لو اتحط عليها الشربات خفيف هيخليها طريه وهيخليها معجنه من جوه كده، واحنا ما احناش عاوزينها معجنه، احنا عاوزينها مقرمشه وشاربه الشربات وكويس. هنرجع بقى للكنافه بتاعتنا اللي احنا قطعناها. معانا كوبايه سمنه، عندك سمنه بلدي حط، ما عندكيش بلدي حط نص من ده ونص من ده. هي كوبايه بس، هي عشان هي سمنه جامده فعامله فوق بعضها، لكن هي كوبايه سمنه اهي. هنفضلها لازم ان السمنه تبقى سايحه. انا بحب اقلبها مع الكنافه. في ناس بتحب تحط الكنافه وتحط الرقات بتاعتها وكله تحط السمنه على الوش، بس انا بحب اقلب الكنافه كلها مع بعضها. ومعانا نص كوبايه زيت مع كوبايه السمن. انا بحب احط معاها زيت عشان ما تبقاش تقيله، تبقى خفيفه شويه. او ربع كوبايه اهي قدامكم، ما هيش نص كمان، او يعني او معلقتين بالعدد. حطينا السمنه على الزيت وهنحطهم، لازم نسيحهم على النار. السمنه ما ينفعش تتحط زي ما هي كده، لازم نسيحها. هنحطها على النار لغاية ما تسيح، ونسيبها بقى كده لغاية ما تسيح قدامكم اهي. هنرجع بقى للكنافة بتاعتنا. معلقتين سكر، لو عندك سكر مطحون يبقى احسن. انا ما عنديش مطحون فانا حطيت معلقتين سكر بس، السكر بتاعي ناعم. بلخبط السكر مع الكنافة. ليه بقى بحط سكر مع الكنافة؟ اما بتحط سكر مع الكنافة وتيجي تحطيها بقى وتيجي تحطها في الصينية وتضغط عليه، بتلقاها جميلة ماسكة في نفسها، ما بتلقاهاش سايبة بعضها كده. ما بتيجي تقطعيه تبقى عاملة زي الكراميل. معنا هنحط بقى في الكنافة بتاعتنا زبيب وجوزة هند. عاوزة تحط اللي انت عاوزة تحطيه، عاوزة تحط سوداني، عاوزة تحط بقى المكسرات اللي موجودة عندك براحتك. انا ما بأيدكيش بحاجة، بس اقل التكاليف اللي هي زبيب وجوزة هند بس. معنا الصينية بتاعتنا اهي اللي احنا هنعمل فيها الكنافة. لازم بحط فيها معلقة سمنة الأول في الأرضية بتاعتها تحت. بحط فيها معلقة سمنة وبدهنها. السمنة بتاعتنا ساحت، باخد من السمنة اللي انا مسيحاها، ما بجيبش سمنة تانية. يعني مقدار السمنة هو والباقي بروح مفضياه كله على الكنافة اهو. علشان الكنافة انا بحب اقلبها كلها في بعضها. هندهن الصينية بتاعتنا بالسمنة كويس، علشان لما نحط فيها الكنافة تبقى الأرضية بتاعتها حمرا وحلو. هندهنها اهو بالفرشة، دهنها دهن حلو كده من الجنوب ومن الأرضية بتاعتها.
هنروح جايين مقلبين بقى الكنافه بتاعتنا اهي. نجيب الكنافه وهنقلبها تقليب حلو مع السمنه. لازم تخلي الكنافه كلها تشرب من السمنه كده علشان يبقى طعمها حلو معاكي وتبقى كلها واخده سمنه مع بعضها. قلبنا الكنافه مع بعضها اهي. هناخد نص الكنافه وهنحطها في الارض اهي، نصها. نحطها في نص الصينيه، في ارضيه الصينيه. النص بتحط تحت والنص بتحط فوق، يعني ما هياش افتكاسه ولا هي حاجه صعبه ولا هي اي حاجه. هنفرد نصها تحت اهو، تغطي الارضيه. هنحطها كل نصها تحت وتفردها حلو. لازم الارضيه كلها تبقى متغطيه حسب تخنها بقى. تتعزها تخينه بس الكنافه كل ما يكون رفيعه بتبقى احسن، اما بيكون تخينه ما بتبقاش حلو. بتحطها وتضغطي بقى عليها جامد، يعني على قد ما تقدري اضغطي، على قد ما تقدري اضغطي عليه. كل ما يكون الكنافه انت ضغطه عليها جامد بتبقى ماسكه في بعضها وبتبقى حلو، ما بتبقاش فكه كده. اما بتيجي تقطعها بتلقي الخرطه طالعه خرطه ما شاء الله مظبوطه، يعني ما بتبقاش فكه كده ولا سايبه من بعضها. كبستها اهي وبقت ما شاء الله جميله. على قد ما تقدري تتكي عليه. هنروح رشين الزبيب بتاع جوز الهند بتاعتنا اهي. تحطيه المكسرات بقى اللي انت عاوزاها حطيها، ما بقيتكش بحاجه معينه. وفي ناس بتحبها ساده مش عاوزه تحط زبيب وتحط جوز هند، بتحط ريحه الكنافه وخلاص وانت براحتك. وهتروح حاطه الزبيب بتاعك تفرضيها عليها كده. عندك سوداني حطي المكسرات اللي عندك كلها، حطيها اي حاجه موجوده عندك، بس احنا بنقول بأقل التكاليف اللي موجوده عندنا. وان شاء الله هبقى اعملها لكم مره تانية بالمهلبيه. هتغطي بقى الوش بتاعها اهو بالكنافه. بتاع الكنافه الباقيه بنحط النص تحت والنص فوق. النص الباقي هنفرده عليها ايه من فوق زي ما انتم شايفين اهو معاكم. اعملي جربي، هي اول مره ما بتطلعش مظبوطه والتاني مره بتطلع مظبوط. خلصناها اهي. تك عليها على قد ما تقدر. هنروح جايين حاطينها في الفرن بتاعنا اهو. الفرن بتاعنا بنشغليه على 180 وبتسخني الفرن قوي. بتحطي الشبكه بتاعتك تحت، ما بتحطهاش في النص، بتحطها تحت على اخر درجه من الايه من الفرن. هتحطها في قلب الفرن وهنطلعها. اول ما طلعتها بروح قلبها على الصينيه. بتقعد في الفرن انت بتحطها لغايه ما تلاقي الحوافي بتاعتها من ايه من حوافي كده احمر اهو. بتروحي انت قلبها على الجنب التاني. بيكون الشربات بتاعنا ايه الشربات بتاعنا بتاع الكنافه لو سخنه الشربات بيبقى بارد. الشربات بتاعنا لو سخن لازم الكنافه بتبقى برد. حاجه من الاتنين بتبقى برد، ما ينفعش تحط سخن على سخن. بتسقي الشربات بتاعنا كله على الكنافه وتحط من الحواف وتحط من النص وتحط من كله. لازم تسقيها كلها اهي قدامكم اهي ما شاء الله. هتعمليها عملتها اول مره وباظت منك مش مشكله، تاني مره هتبقى معاكي مظبوطه وحلو. ما فيش حاجه بتطلع من اول مره حلو. انا اول ما عملتها ما طلعتش معايا حلو، وتاني مره ما طلعتش معايا حلو، وتالت مره برضو ما طلعتش معايا مظبوطه. الا مره مع مره مع مره. البني ادم لازم بيتعلم ولازم بيجرب علشان يعرف يعمل. عمرك ما انت هتعملي الحاجه من الاول وهتطلع معاكي مظبوط. اهي انا بعد بقى ما بخلص الكنافه بتاعتي كده وشربت الشربات بتاعها وزي ما انتم شايفين ما شاء الله شكلها جميله اهي. لونها ما شاء الله ذهبي وحلو اهي. الكنافه بعد ما قطعتها لكم هطلع لكم منها خرطه. لازم تسيبها تبرد ولازم تغطيها. اما بتغطيها بتبقى طريه، اما بتبقاش ناشفه قوي كده. اما تيجي تقطعها تلاقيها ناشفه قوي، تبقى طريه نص نص، تبقى نص كده ونص كده، مبقاش جامده قوي اهي. هطلع خرطه معاكم اهي. شوفوا ماسكه نفسها ازاي علشان المعلقتين السكر اللي احنا حطيناهم هي اللي بتمسكها في نفسها كده. تبقى طالعه الواحده ماسكه بعضها اهي اهي. ما شاء الله بألف صحه اهي قدامكم اهي. يا رب تكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تعملوها وتقولوا لي في الكومنتات. ولو انتوا عاوزين اي حاجه تانية قولوا لي عليها وانا اعملها لكم. وكل عام وانتم بخير. مع السلامه.